لان المنتخب الغاني بيضغط الحماس الجماهيري الكبير هنا في ملعب اللقاء، ملعب بابا يارا في كوماسي. امامنا اللمسه ومفيش تسلل، وخلي بالنا بالثنائيات، وانطلاقه وجول، انطلاقه وجول، انطلاقه وجول، الثالثه ثابته. ادي امامنا هنا يسجل جيان مع بدايه قويه جدا وحماس كبير من جانب المنتخب الغاني، وارتباك من المنتخب المصري في التعامل مع هذه الظروف. الاولانيه شريف طلع وانقذ، الثانيه شريف طلع وانقذ، المره دي امامنا هو اساموا جيان يضع الكره بعد مرور 4 دقائق عشان يسجل اول اهداف المنتخب الغاني في مرمى المنتخب المصري. ادي امامنا هنا كواسي ابيا ظهير ايسر فريق نادي كوتوكو والدولي. شوف هنا اللمسه والتسلل غير موجود في تغطيه في اللقطه الماضيه، ولمسه على طول قويه جدا محطوطه قويه قوي. ادي امامنا هنا محمد نجيب ووائل جمعه في اللقطه الماضيه، وشوف عدى ازاي جيان وكان مغطي في الجهه العكسيه احمد فتحي. وفرحه المدرجات هنا في ملعب بابا يارا في كوماسي باول اهداف هذه المباراه. خطره جدا، خطره، لسه في كلام تاني. ده الهدف الثاني اتى في هذه اللحظات، ارتباك مصري كبير جدا، وهدف في الدقيقه 22 من خلال مهاره اسيان، ولكن ارتباك الدفاع. بص شوف المهاره، شريف اكرامي كان الله في عونك النهارده يا شريف، امامك يعني صعوبات كبيره في لقاء اليوم. والهدف الثاني للمنتخب الغاني، بص شوف الكره اتقطعت من وليد سليمان وحشه قوي، وليد اندري ايو عمل المهاره وعدى وضرب حسام غالي وعدى من وائل جمعه. ادي اسيان امامنا لمه حلوه قوي محمد نجيب، وادي امامنا اللمه الثانيه حسام غالي، وترتطم في قدم وائل جمعه وتبقى هدف ثاني هنا من خلال اسيان. ولكن هي الكره يعني ارتطمت في قدم قائد المنتخب المصري وائل جمعه عشان يبقى الهدف الثاني للمنتخب الغاني. شوف هنا اللعب لازم يكون على الكوره، لم اتنين في لعبه واحده، والكوره وقفت امامنا هنا مع اسيان، وامامنا هنا المهاره ودفعه في دفعه في دفعه في دفعه وركله جزاء، ومشعب الاحرش يد ركله جزاء. محمد صلاح يصلح الموقف ويصلح الامور ويرجع الامال. وهنا تدخل من صوماليا، وخلي بالك يا صوماليا انت عندك انذار يا صوماليا، ركله جزاء هنا انذار. خلونا مع الدعوات، خلونا مع الامنيات، خلونا مع حلم المونديال، حلم البرازيل 2014. ابو تريكه يا حبيبي، ابو تريكه يا حبيبي، ابو تريكه يا حبيبي، ابو تريكه فرحتنا ابو تريكه، رجعت لنا الامال. ادي الجماهير المصريه يا على ابو تريكه الهادئ الواثق، الله يبارك لك يا ابو تريكه. ادي اشوف، بص شوف ابو تريكه، بص داوودة، روح يا داوودة، راح داوودة حطها له على شماله، الهدف اللي بيرجع الامال. ابو تريكه يعيد الامال لمصر هنا في هذه اللقطه، يودي داوودة، يوديه اكرا ويحطها له هنا في كوماسي. والمنتخب المصري المنتخب الغاني بعد طبعا وقت اضافي كان خرج بخساره 1-2، حتى الان 2 غانا 1 مصر. شريف اكرامي لا ننساه ابدا في هذا الشوط الاول، محمد ابو تريكه ودوره الكبير في القياده وفي العوده. وخلي بالنا بقى مش معقول وريس امامنا هنا يسجل المره دي، وريس بضربه راسيه 3-1 لصالح المنتخب الغاني بضربه راسيه. ما بنتعلمش من الدروس، ما بنتعلمش من الماضي ابدا. الكرات الثابته مشكله لدى المنتخب المصري. بعد ما سجلنا عن طريق ابو تريكه في الدقيقه 40 من ركله جزاء من كرة ثابتة هنا، وريس يطلع في حراسة الدفاع المصري. شوف امامنا هنا مين اللي بيراقب، المحمدي بينط لتحت، والكرة الرأسية على طول من جانب اللاعب علي سولي مونتاري العرضية. وامامنا هو اللاعب وريس يضعها على يمين الحارس شريف اكرامي، صعب قوي على شريف. وادي امامنا هنا الرأسية، شوف حسام غالي ماسك مين، وائل جمعة في اللقطة الماضية، والكرات العالية الملعوبة احمد فتحي في الحائط البشري، والكرة الى داخل الشباك تبقى النتيجة 3-1. عبد المجيد وريس لاعب سبارتاك موسكو، الهدف الثالث من ضربه راسيه ومن كره ثابته كان لعبها علي سولي مونتاري. شريف اكرامي خطره جدا يا شريف، لكن تعدي الكوره وتروح على طول. متقدم كان اللاعب جيري اكامينكو بيلعب في سكار شهير، بيلعب في تركيا. امامنا الكوره خطره جدا، مش
معقول مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول. جياني يسجل 4-1 في هذه المباراة اللي بتأتي بقى فيها الأخطاء الدفاعية، كأننا يعني لا نرى إلا الأخطاء الدفاعية في مباراة اليوم. وجياني يسجل الهدف الثاني ليه في اللقاء والرابع لصالح المنتخب الغاني. أساموا جيان يسجل في مرمى المنتخب المصري. أساموا جيان هدفه الدولي رقم 39، سجل في كأس العالم 2010 في صربيا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أمامنا هو يسجل فين الرقابة، مين اللي بيقابل؟ أدي كرة بتعدي بالجميع، ومحمد نجيب دائما يقف خلف جيان في هذه اللقطة، وجيان يضعها في المرمى عشان تبقى النتيجة صعبة قوي. 4-1 صعب قوي النتيجه. ادي امامنا شوف مونتاري على كيف وبيلعب الكوره ومستنيها جيان والعبها على طول براسه. لاعب ومهاجم وخطاف وهداف، وجالي امام اثنين مساكين وائل جمعه ومحمد نجيب. وادي امامنا هنا يفقدها حسام جالي بقى بسهوله قوي، والامور تزداد صعوبه، والشناوي يطلع وحكم اللقاء يدي ركله جزاء وفي انذار لاحمد الشناوي. شوف حسام غالي عمل ازمه في هذه اللقطه. ادي امامنا المرور يعدي وريس، والشناوي سبق وحط ايده في الكوره، ولكن يعني الدخول هنا كما هو واضح من حارس المرمى. نتركها لخبيرنا التحكيمي. انا من وجهه نظري ما فيهاش ركله جزاء، لان الشناوي وصل ولبس الاول، ولكن لاعب المنتخب الغاني ينجح في الحصول على ركله جزاء، وابو شعيب الاحرش يعطي ركله. ادي امامنا علي سولي مونتاري لاعب الميلان ولاعب الانتر ولاعب اودينيزي، ويضعها في المرمى، ويبقى الهدف الخامس لصالح المنتخب الغاني. علي سولي مونتاري يسجل في الدقيقه كام؟ يسجل في هذه اللحظات من المباراه الدقيقه 73. 5-1 لصالح المنتخب الغاني. 5-1 لغانا، فزنا 5-1، لكن في اولمبياد 64 على المنتخب الغاني. غانا فازوا علينا 5 مرات. وامامنا هنا شوف الكوره حطها بيسرى على يمين احمد الشناوي اللي راح في الزاويه اليسرى. وامامنا هنا الهدف الخامس يسجله نجم الميلان علي سولي مونتاري. 5-1. غانا فازت على مصر بهدف في بوا في 92، وغانا فازت في للمنتخب المصري اخرها 2010 امام الجزائر. المنتخب الغاني يبحث عن كاس عالم للمره الثالثه على التوالي. اتسو اوبا يا اتسو اوبا يا اتسو اوبا. امامنا هنا اتسو يسجل في المرمى الهدف السادس. 6-1 اتسو امامنا هنا. هو يعني المنتخب الغاني يستعرض قوته. منتخب غانا امام المنتخب المصري، اشباح المنتخب المصري. كريستيان اتسو البديل يسجل هدف سادس. صعبه قوي النتيجه، يعني تضعنا في هذا الموقف الحرج. ادي امامنا شوف الراجل مساحه كبيره امامه وبراحته قوي وبشماله ويسدد. وفين الدفاع؟ فين الوسط؟ فين الفريق؟ ما جاش. ادي امامنا هنا، ادي لم عدى اتسو، محدش قابل، محدش ضغط، لا احمد فتحي ولا النني ولا حتى رباعي الدفاع. وليد سليمان طبعا بيلعب كظهير ايسر، لكن مطالب بادوار هجوميه.